زكريا ابن إبراهيم كان على النصرانية، كان نصراني ودخل للإسلام، وذهب، هو من أهل الكوفة طبعا، وذهب إلى المدينة للقاء الإمام الصادق عليه السلام. راح للحج، حج، وبعد الحج رجع مر على الإمام الصادق عليه السلام، فدخل على الإمام. اسمع، شوف سؤاله وين، سؤاله وين يا جانب، وشوف الإمام وين راح يودي، الجانب آخر تماما. قال له للإمام، سلم على الإمام، قال له مولاي أنا كنت نصراني واهتديت صرت مسلم. الإمام دعا له قال اللهم اهده اللهم اهده. شنو عندك؟ شنو سؤالك؟ اسمع السؤال وين، وشوف ملاحظة الإمام ووصية الإمام وين، بالك وياي. قال له مولاي إن أبي وأمي وأهلي لا يزالوا على النصرانية، بعدهم نصارى، فيجوز أن آكل في آنيتهم، آكل بماعونهم، بنفس الماعون آكل وياهم، يصير لو ما يصير؟ أجابه الإمام سلام الله عليه قال أيأكلون الخنزير أجلكم الله، أيأكلون الخنزير؟ قال لا ولا يمسونه، لا يأكلوه ولا يدخلون البيت أصلا. قال له الإمام كل معهم ماكو بأس، أكل وياهم. هسه لهنا جواب السؤال انتهى لو لا أحبائي؟ ها انتهى، هذا السؤال حصل. شوفوا الإمام وين راح، لوين راح. زكريا يقول له للإمام، يقول له أبويا وأمي على النصرانية، نصارى، وأمي مكفوفة البصر ما تشوف، أمي فاقدة حاسة البصر ما تشوف. الإمام الصادق عليه السلام جاوب على سؤاله، ثم مباشرة قال له يا زكريا اذهب إلى أمك فبرها، روح لأمك كون بخدمتها، روح لأمك كون بخدمتها. زكريا قاعد قبال الإمام، والإمام يوصي يقول له روح دير بالك على أمك. هاي الحكاية أنا وياك لو نسمعها من إمامنا إلى أي مستوى نستجيب، إلى أي مستوى نطبق هاي التوجيه أحبائي؟ هذا التوجيه الزكريا وإلنا أيضا أحبائي، هذا توجيه إلنا كلنا. إمام وإمامك الآن لو يقول لك يابا أنت روح دير بالك على أبوك، دير بالك على أمك، أنا خل أباوع خلال حياتي، خلال الأيام الماضية، السنة الماضية، إلى أي مستوى أنا مطبق كلام الإمام، إلى أي مستوى أنا متمسك بتوصية الإمام. زكريا رجع من المدينة راح للكوفة، يقول فجعلت أطعمها بيدي، أشيل اللقمة وأخليها بحلقها بيدي، أمشط شعرها، أنظف لها ملابسها، أكون بخدمتها، بحيث أمي تفاجأت قالت لي بني ما كنت تفعل ذلك بي مذ كنت على ديننا. شو كنت مثلنا نصراني وأنا نصرانية، كنت مثلنا نفس الدين، ما تسوي بي هيك، ما تكون بخدمتي إلى هالمستوى. ما بدأ بعد أن تحولت إلى ذلك الدين. شو من تغير دينك؟ خدمتك تغيرت، تعاملك تغير. قال لها زكريا أماه لقد أمرني بذلك ابن نبينا، ابن نبينا أمرنا بهذا. جاوبته قالت له لا يا بني إن هذه وصايا الأنبياء، اللي يوصيك وصية حلوة هاي وصية نبي. قال لها أماه ليس بعد نبينا نبي، نبينا ماكو بعد نبي، بعد أوصياء أنبياء، بعد النبي أئمة يجون أوصياء من بعده، وهذا وصي وهو ابنه ينتمي نسبه للنبي صلى الله عليه وآله. فهنا الأم شوف بر الوالدين بالعافية على اللي يكون بخدمة أبوه بخدمة أمه. بعضهم يتحجج والله أبويا ما يصلي، أمي ما ملتزمة، أمي تحكي على زوجتي كلمات مو زينة، هاي نصرانية أصلا مو مسلمة، والإمام يقول له روح أخدم أمك. يبقى أنا عندي حجة إذا أمي مسلمة وأبويا مسلم، عندي حجة والله أبويا مو زين أمي مو زينة وأدير وجهه وأعوفهم، ما عندي حجة أبدا. لا تتصور عندك حجة، أنا وياك ما عندنا حجة أعوف أبويا أعوف أمي. والله شنو أبويا يسمعني حكاية تغثني، أمي تحكي على زوجتي، أمي مثلا كذا تقول لي لا 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 ما عندي أي حجة. هذا أمة مسيحية نصرانية والإمام يقول له روح اخدمها كون بخدمتها. فقالت له بني اعرض علي دينك، هذا الدين الحلو اللي حتى لو أمك من غير دين يقول لك روح اخدمها، اعرض علي دينك. فعرض عليها الإسلام فأسلمت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
زكريا يقول ما إن أسلمت علمتها صلت صلاة الظهر، صلت صلاة العصر، مش الوقت اجى صلاة المغرب صلت صلاة المغرب، صلت صلاة العشاء، عرض لها عارض في الليل، بالليل اجاها عارض، صارت قريبة من الموت آخر لحظات. اجتني قالت لي وليدي، صاحت لي اجتها قالت لي يمه اعرض علي ما عرفت، هذا اللي الصبح عرضت علي عيد علي مرة ثانية. عدت عليها التشهد، تشهدت وماتت. بس ماتت على أي دين يا أحبائي؟ على دين الإسلام. ببركة شنو؟